سلامة ومرحبا. نتعرف عليك أختي. أنا سامية شلي، أخت ضحية سهام شلي، ورجلها أحمد سدود وبنتهم شاهد سدود. جريمة قتل، جريمة ومعتمدة للقتل وجريمة بشعة. الله يرحمهم قبل كل شيء ويرحم كل موتانا. الحقيقة نحب نوقفوا على حيثيات الجريمة. كنت تعطينا بعض التفاصيل بصفتك أخت المرحوم الله يرحمها. والله حيثيات الجريمة اللي تداولت في السوشيال ميديا هذيك كل خضتنا، لأني أنا نعيش برا، ما نكذبش عليك، يعني ما كنتش موجودة. سمعت كيف برشا ناس وخلطت أنا بعد الدفن، وكانت شوية كبيرة وباش فقنا على برشا حاجات. استنينا تقرير تحليل ولد أختي اللي موقوف على ذمة التحقيق والوليد اللي معاه. الحمد لله، يعني حاجة أراحت معناها قلوبنا، إنه ماهوش متعاطي، ماهوش تحت إثر مخدر ما، لأنه إحنا كنا نعرفوا اللي فما حرامش الهلوسة ولا حبوب الهلوسة تفقد العبد ويراه الدم يمكن يراه ماء. الطفل راهو ميسالش نحكي على ولد أختي، لأن وليد تداول في السوشيال ميديا إنه مريض بأعصابه. لا، الطفل والله لا. واتهم أيضا بأنه يتعاطى وقام بإعدام عمدا والده وأخته من الأب وزوجة أبيه، ويشاع أنه بدافع سوء المعاملة من قبل زوجة أبيه اللي هي أختك الله يرحمها. فما تفسيرك لذلك؟ خلي المجتمع يسمع. أول حاجة نصلح معلومة. فضل. اللي ماتت هي أمه، واللي مات هو أبوه، واللي ماتت الثالثة اللي هي عصفورة جنة أخته الله يرحمها. معناها زوج أختي لم يسبق له الزواج، وأختي لم يسبق لها الزواج. يعني هذه في حد ذاتها إشاعة تسيء للعائلة، تسيء للوالدين ولا هذاك ابنهم الأكبر عزيز، هو ابنهم الأكبر، والثاني أخوه أمين، والمرحومة شهد. أختي لها ولدين وبنت. عزيز هل هو رهن الإيقاف حاليا؟ على ذمة التحقيق، وإحنا الأحسن إنه هو عند الأمن وعند معناها بالنسبة لنا إحنا هو آمنين على حياته بعد. محفوظ. إحنا مثالش عندهم هما خير من في الجبانة. هذا نجم نقول. إن شاء الله ربي يلطف به ويلطف عليكم. والجريمة هذه أكيد الأمن التونسي في البحث والتدقيق باش يوصل للقتلة والفاعلين هذه الجريمة الشنيعة.